في وقت ما كانش فيه كتب ولا علم ولا أسماء للكواكب، كان في إنسان واقف رافع عينه للسماء، وسؤال واحد بس هو اللي بيلف في دماغه: إحنا جينا منين؟ والسما دي بتحكي إيه؟ هنا بدأت القصة. دي مش حلقة عن الفلك بس، دي حكاية الإنسان وهو أول مرة يحس إنه مش لوحده في الكون. دي بداية القصة. تخيل معايا إنك عايش من آلاف السنين، مفيش كهرباء، مفيش نور، الليل ضلمة كاملة، وفجأة السما مليانة نجوم أكتر بكتير من اللي بنشوفه دلوقتي. الإنسان البدائي ما كانش فاهم يعني إيه نجم، بس كان حاسس إن في نظام، وإن السما دي مش صدفة. النجوم بتطلع وتختفي، الشمس بتيجي وبتمشي، القمر شكله وحجمه بيتغير. ومن هنا الإنسان ابتدى يربط بين السما وبين حياته على الأرض. قبل ما يكون في كلمة اسمها فلك، كان في خوف. الإنسان كان شايف إن الشمس إله، والقمر روح، والخسوف غضب، والكسوف إنذار. كل حضارة فسرت السما بطريقتها، بس كلهم اتفقوا على حاجة واحدة بس: إن السما بتتحكم فينا. المصري القديم ما كانش بس بيبني معابد، ده كان بيراقب السما. الأهرامات كانت مبنية على اتجاهات فلكية، والمعابد مرتبطة بالشمس والانقلاب الشتوي. أما النجوم فكانت بالنسبة له بوابة للعالم الآخر. علشان كده الفلك عندهم ما كانش علم، كان جزء من الروح. مع الوقت الإنسان ابتدى يسأل سؤال أخطر: هي السما فعلا بتتحكم فينا، ولا احنا اللي بنديها معنى؟ من هنا ظهر علماء راقبوا وسجلوا وحسبوا، من البابليين للإغريق، لحد ما الفلك اتحول من أسطورة لعلم. بس الغريب إن الغموض ما اختفاش رغم العلم. لحد النهاردة لسه لما بنتضايق بنبص لفوق، لما بنفكر بنسرح في السما، لما نحس بالضياع بندور على نجم. يمكن لأن أول أسئلة الإنسان اتولدت هناك في السما، أو يمكن لأن مهما فهمنا لسه في أسرار. علم الفلك ما بدأش بتلسكوب، بدأ بعين وقلب وسؤال. الإنسان لما بص للسما ما كانش بيدور على نجوم، الإنسان كان بيدور على نفسه. ودي كانت بداية القصة. لو بتحب الغموض، التاريخ، والأسئلة اللي ملهاش إجابة، اشترك واستنى الحكاية اللي جاية، لأن كل قصة وليها بداية.